السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بصم الدولي الجزائري سفيان بيدبك على أول أهدافه مع فريقه الفتى السعودي في شباك نادي الشباب خلال المباراة التي جمعت الفريقين فاصلة أمس الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جور الرياضية ضمن الجولة العاشرة من منافسات لرير والشنا السعودية للمح طرفين فاصلة، والتي انتهت بنتيجة 4 أهداف مقابل 1 لصالح الفتى. وافتتح بيدبك باب التسجيل عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء، وتعادل الإسباني سنتينينا للضيوف عند الدقيقة 49، وبعد دقيقتين أعاد ماجد كنب التقدم لأصحاب الأرض من جديد بعد تلقيه كرة على طبق من سفيان بيدبك، ثم أضاف أيمن لخليف الهدف الثالث عند الدقيق 55 نقطة. وفي الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل والضائع أحرز المغربي مراد بتنا الهدف الرابع من ركلة جزاء ليحقق الفتح الفوز الكبير على أرضه، ويلحق بالشباب خسارته الأولى هذا الموسم في بطولة دوري روش السعودي. وبهذا الهدف رفع بيدبك رصيده من الأهداف لهذا الموسم رفق فريقه الفتح ل6 أهداف. بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الشباب عند 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النصر صاحب